وانا عمال اقلب يا شباب، وانا بقلب فضلت اقلب كتير، ما جت فكرة في دماغي، بيقولوا انت ما تجمعش الامة العربية كلها مع بعض. فانا ده التحدي بتاع النهارده. وانا طبعا يا جدعان وانا قاعد بلف كده في دماغي الفكرات، فقلت يلا نعملها. واشتريت بالفعل كل المنتخبات العربية، منتخب قطر، كل الناس اللي يعني وكل الناس، حتى شوفوا التشكيلة. يلا بينا بص. طبعا دي احسن تشكيلة، فانت لو عايز تبقى الحلقة دي جامدة بنت لذينة، بنت بنت وبنت وبنت، اهم حاجة تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا. طبعا دي التشكيلة، ودي نص الدكة بتاعتها، نص بس نص الدكة، نص الدكة او بس اللي المفروض يطلع نص الدكة. بصوا يعني هم دول 1 2 3 4 5 6 7 ايه ده؟ بس انا كنت سايب حد على الدكة برا. مين ده؟ طلعت تريزيجيه. نو 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 نو. كده بقى عندنا كده بقى عندنا 5 بالمعنى الحرف موجودين. يعني لحد دلوقتي يا جدعان، فيا جدعان لو انتوا عايزين نعمل سلسلة من تانية من ده، اعمل لايك واشتراك في القناة تنزل التنبيهات تصل على السلام. ويلا بينا. ايه ده يا جدعان؟ والله يا جدعان لسه مرتبه قبل ما افتح الفيديو كده. فيلا دي الفكرة اللي جت في دماغي. الكابتن أشرف حكيمي، دخل سالم الدوسري كده لسه، دخل الكابتن سالم الدوسري دخلنا. وكمان عندنا الكابتن أشرف حكيمي، الكابتن عارفين الكابتن. وكمان معنا زيزو. طبعا فضلت زيزو فتحت عليه عشان ايه. طبعا صلاح كده كده معايا النسخة من هو عمر مرموش، فجبتهم. فقلت ايه اهو معايا، نحط نشيل مكان مصطفى، ومصطفى يجي مكان الكاميوني كده. بص دكة يعني. طبعا عندنا رياض سالم الدوسري، يعني ناس كتير. فيلا يا جدعان نلعب في ديفيجن، مش عارف ديفيجن كام، مش فاكر اصلا. فانا لسه فاتح اللعبة دلوقتي. ادخل. ايه مش فاهم. ديفيجن 5 والله اصلا. معرفش ايه ده، انا لعبت مباراتين يا راجل. ماشي ملناش فيه. يلا بينا نلعب. فانا بتشكيلة يعني الدك، بص جاب دكة محترمة يعني. معايا اشرف طبعا اكيد، الكابتن صلاح. يعني في 2 اصلا متنافسوا على الكابتن، اللي هو مين؟ ال3 اصلا كباتن في منتخباتهم. طبعا سالم الدوسري، محمد صلاح، اشرف حكيمي. طبعا يا ريت ما عشان انا حاطه على الدك، فهو بره المنافسه خالص. فكده لسه نشوف مين على الدك. مين بقى ايه القائد؟ تركيا. او ماي جاد يا جدعان، احنا هنتعسر يا جدعان، هنتعسر. انت عارفين الريتنج كام؟ انا شفت الريتنج. ماشي بسم الله ندخل كده احنا جامدين جامدين، ستاك مليان بنزين. ما تخافوش يا جدعان، معانا امام عاشور، معانا محمد صلاح. ماشي دي شكل المتواضع التشكيله بتاعتنا. ومين القائد؟ مفيش حد مبين، مش مبين لي مين القائد، مش شايف عليه العلامة. شنو بقى القائد يا جدعان؟ ماشي. ايه او بي إيه. برديل احمر على اسطنجة. شباب يلا ندخل. بسم الله. طبعا التشكيلة تخوف جدي. طبعا 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 طبعا. يلا ندخل. بسم الله. طبعا انا شفت تشكيلته، تشكيلته فيها مع كريستيانو 105، مع ناس يعني ياكلوا الحديد. طبعا عشان هو الكابتن، شايفين الكابتون كده. بس انا عملت ميزة ممكن تخليني اكسب الكرات احسن، فاهمين؟ اكسب الكرات اللي بترفع، بعرف ارفع يعني. طبعا انت هتلاقي الصورة غريبة شوية عليكم يعني، انت عارف. بصوا
واو بجد كأنكم على أرضية الملعب. يا اللي بترقص بيها الكورة عدى عثمان ده على فكرة لعيب، ده يسجل فينا. قطعها، يلا يا مام. تريزيجيه زيزو بينية، زيزو يعدي بالمهارات، الحلاوة، الكمالة. باي باي يا زيك غوريا. طبعا زيزو تلعب في الدفاع فهي ما طلعتش، يعني كنت عايزة بس حلوة زيزو. يعني بالتشكيلة تشكيلة ممكن أتأهل بيها. ده لو واحد ما عرفش يلعب كان هيكسبني. مروان يقوم واحدة صاروخية، مروان فيتينيا يا لهوي على الكعب الرايق. كريستيانو يدخل، إمام يقطع، هو إمام وتريزيجيه هم اللي ماشيين الفرقة، وصلاح. يا جدعان الشرط جالنا نكسب 3 مباريات. ده الشرط. محمد صلاح يدخل يترجمها. مش عارف ايه الفرق، يعني انا عندي الفرقة، عارفين الفرقة الجامدة بنت اللذينة اللي هي فيها رونالدينيو 104 و100، ما عندوش غير 99 مثلا. التمانية اوصل عن 98 هو عمل، هو اللي هو يعني اسمه ايه يا جدعان، امام عاشور وتريزيجيه وكده. ماشي راح يترجمها بهدف. هو اقوى واحد في الفرق اصلا، كسرعة وكل حاجة. مرموش التاني، مرموش يجري، مرموش يحاول. كوستا قفل حضري. عيب عليك، احنا معانا الشناوي. الله الشناوي يا جدعان، قلتلكم معانا واحد، انا واحد مديله تطوير، انا بس التطوير خليته يزيد ريتنج في الريتنج الطبيعي بتاعه. ضحكت عليه. طبعا لو حاطط ناس مغربيين في كده فتلاقيني قوي شوية. تشكيلة منتخب مصر مكنتش عارف اجيبها. تعرف يا جدعان في ناس اصلا من منتخب مصر زي امام وكده. زيزو مثلا هو اللي ما ظهرلوش بركة، مش عارف ليه، ممكن عشان تألق الناس وكده. يعني زيزو استغربت جدا في باقة منتخب مصر الطبيعية، فيها هاني وفيها علاء وطيها وكده، كان ما فيهاش زيزو. ده اللي استغربت. طبعا يا جدعان احنا لبسنا الهدف وانا قاعد بتكلم منشغل معاك، وبرده البرتغال لازم تسجل. البرتغال كده 5-0، تعتبر هي تاني أعلى فوز في المجموعة بتاعتها، أو لأ هي أعلى حاجة أعتقد، صح؟ لأ هي في كأس العالم هي تاني أعلى فوز. ليش؟ عشان هولندا هي اللي عملت، وكمان هي ألمانيا أعلى فوز 7-1 ألمانيا، صح؟ عشان أنا حافظ نتيجة كأس العالم. أنا لعيب في كأس العالم. طبعا أنا قاعد على حد تاني في البيت عنده، فأنا مش متابعه، فاهم؟ مش متابع كأس العالم عنده. برونو فرنانديز تنفذ الركنية. لخبطة في الدفاع. محمد صلاح يباصي لمين؟ فيتينيا مش عارف يلمس الكرة. واحدة لمين ينقذ الدفاع، ينقذها من قدام. مين من قدامه ولا منين؟ واحد زيزو. طبعا زيزو عمره ما يسجل هدف معايا، اقول لكم ليه؟ عشان هو زيزو. بعد الهدف اللي ضيعه دوت في ماتش نيوزيلندا، كنت انت ممكن تبقى جامد يا سيسو، بس انا حطيتك بس الامة العربية. نسيت اقول لكم دي الامة العربية يا جدعان. بلادي وانا سالم الدوسري ومعاه، يعني تفتكروا دي مين؟ دي الامة العربية اللي انا جايبها لكم دي. طبعا دول النجوم طبعا لو انت لاحظت انا جايب اكتر ناس اللي هم الباقة عادية اللي انا بشتريهم بالكونات العادية. منتخب مغربي ليه؟ عشان هم عندهم سكة واحدة، مش عايزين واحدة. تمام. انا بحاول ارقص بإمام على سبيل اللي هو واحد بيعرف ينشن، هو مش بيعرف ينشن، هو بينشن بطريقة معينة مش عارف ايه. زيزو يقوم زيزو، الله يا زيزو، الله يا زيزو، الله يا زيزو. زيزو ايه ده؟ زيزو بص يا جدعان، انا عايز اقول حاجه، زيزو رقص كل الناس. قول زيزو يجري. الخطير زيزو، الخطير. يا جدعان ما نزلوش باك بصراحه، حلو. بص زيزو الخطير. فيتينيا مش عارف واحده يا راجل يا راجل قبلك ده انت زيزو.
يبقى عليك يا زيزو، انت يعني جامدين. طبعا شايف الجناح ده حلو عاجبني، بس هعمل مين؟ اختبر بقى مين انا لازم اطلع حد من الجهتين انفصلوا. زيزو صراحة تريزيجيه مش امل قد كده، وسالم مش قد كده. عندي فكرة، مثلا نجيب ده ليفت وينج. مروان مش احسن حاجة. اقول لك ايه، نخلي ده ننزله. لا احنا نسيك خط النص كده. طبعا بالنسبة لي بعد كل الأداء ده بالنسبة لي هلا بصوا افتكروا، عارفة انا هعمل ايه بقى؟ انا هفضل العب بيه. في اللي يقول ليه حد فيكم يقول لي يعني ليه؟ ده حاجة ضعيفة بالنسبة لي، حد لو خبير يعني في اللعبة دي قال لك ده حاجة ضعيفة. الموت ضعيفة بطريقة. لو انت يعني لعيب ضعيفة، وفي ناس بالنسبة لها قوية عشان لسه بالنسبة لها مش احسن. انا اعرف ناس ما يعرفوش اللعبة دي اصلا. ايه حرفين لعبة، هم بيعرفوا يلعبوا قوي. تمام. هجمة عليا، ركز يا اشرف مروان يا ابن اللعيبة. على فكرة في ناس منهم لما بيشوطوا بيتجاب من بعيد قوي. مين؟ أعوذ بالله. طبعا يا جدعان الشخصية مجانية، طب كلكم يقدروا يبقوا عارفين بالنسبة لي ايه أهم حاجة؟ تعمل لايك. لو عملت لايك هتلاقي النطاط على طول. 3 2 1 عملت لايك، أقول لك تلاقي واحد صاحبك ده بس ما ورايا، انت وصاحبك تلعبوا مع بعض. يا جدعان فصل حطيته على الشاي ده. نفسي أعرف إن أنت عندي ليه بيتقل لما أنا بحط الموبايل على الشاي. غلطة وندمان. غلطة وندمان عليها. لقيتني رفعتها. شدت بسرعة، كان هو كتير. مش هنقدر نعود. باصي أشرف حلو على فكرة، بس نونو مينديز برضو موجود. برضو معاه برضو في باريس، مش المفروض يحفظه برضو. معاه برضو في باريس سان جيرمان. يا جدعان ده فريق، ده والله ده ما فريق. 3-1 في ثانيتين. بص هدف عكسي، هتجنن ايه ده؟ طب فين عمر يا عمر. على فكرة هو الجون اللي كده حلاوة، فاهمين؟ اللي يميني ده حلاوة. اقول لكم مني هو ده تركي. انا برضه قلت برضه مش معقول ده حد يتعادل معايا يعني. عارفين ليه احنا اتهزمنا كده؟ بسبب الكابتن. بص بذمتك، بص اوحش. بص ايه؟ حد بيقول هنلعب مباراة؟ لا والله انا كنت فاكر منتخب عدل، طلع منتخب ما فيش. الأمة العربية وقعت خلاص. انا نفسي اتوبيس يتقلب بالأمة العربية دي. نفسي لو اتقلب نستريح. بس هو مش هايت من هنا. بص فاول يا عم، فاول. تصدر اصلا يعني لسه كان فاول كان ساعتها. اقول لك ايه، انا ايه ده؟ برضه الشناوي يمرر. بس الدفاع بيكحر. تعالوا نخرج. بس فرصتكم يا جدعان، فرصتكم. بص مش انت فرح ده، انت المفروض تبقى فرحان جدا. انت ما كسبش النتيجة ده اصلا في حياته. نخرج نعمل شوية تبديلات ممكن. بصوا فصلوا اصلا. مروان بس عشان انا مديت له تطويرة صغننة. كان زيزو خلاص يخرج. محرز طلع، محرز دخل قصدي. يطلع مرموش طلع.
شوفوا انا دلوقتي عملت كل اللي انا عايز، نزلت شوية تبديلات زي اللي يعني. يلا بقى بسم الله. يلا طب يا رب يجيب جونين كمان. بص اللي يبقى عندي بدأت تفوق. يلا هو اصلا مش محتاج يعمل تبديلات يعني، هو كسبان كده كده. واحدة تمريرة. يا جدعان بدأت اشتغل. حلو حلو حلو. انا عندي اللعبة اللي انا نزلتهم بدأوا يشتغلوا. تعرف ايه اللي بهدل الحته دي كده؟ معرفش. الشباب خلصت المباراة، وتقييم المنتخب دوت 5/10. بس ده اللي اقدر اقوله. اشوفكم الفيديو الجاي، والمباراة انتهت على 4-2. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.